يا أهلا وسهلا بكل مين عم يحضر قناتي. نورتوا القناة. أهلا وسهلا بكل المشتركين الجداد. رح أقدم لكم اليوم وصفة المحاشي السورية على أصولها. لحتى تشوفوا الفيديو أول شي بنصلي على رسول الله وما تنسوني من اللايك والاشتراك، ويلا نبلش الوصفة. هلا أهم شي بالمحاشي السوري إنه يكون في عنا هاي الأداة بتساعد على حفر وتفضية الخضرة الموجودة عندي. هلا أنا هون محضرة كيلو من الباذنجان وكيلو كوسة وثلاث حبات من الفلفل. هلا أهم شي إنه يكون عندي الباذنجان مو مبذر لحتى تطلع طعمته طيبة، وما يكون الباذنجان قاسي. وللصبايا المبتدئين خاصة اللي عم يتعلموا حفر جديد، هلا أول شي أنا بالمعورة شكلت شكل دائرة ومن بعدها طالع القلب اللي جواتها وبرجع بلفها هيك لحتى تفضى قلب الباذنجانة عندي وأوصل للسمك اللي أنا بحبه. والكوسة كمان بنفس الطريقة، بس أنا بزيد عليه إنه أنا بقلمه بهذا الشكل بالشوكة، كمان بيطلع منظره حلو كمان وقت التقديم. كمان بعمل هيك شكل دائرة بالكوساي، اطالع القلب وببلش أنا حفر لأصل للقوام المناسب. وهيك الخضرة جهزت عندي. الباذنجان نقعته بشوية مي، إذا كان في له لزة حديدية فبتروح بهي الطريقة، هي الطريقة اختيارية. هلا بنيجي للفليفلة. طريقة حفر الفليفلة كتير سهلة، بس بشيل الخضار اللي فيها وبفضي بتأكد إنه يفضل بذر كله، وهيك بتكون جاهزة عندي. هلا رح نبدأ من الحشوة. أنا استخدمت كاستين من الرز القصير، رز سنو وايت. حطيت كاسين نقعتهم بشوية ملح ومي، وتركتهم من نص ساعة لربع ساعة فيكن تتركوهم. بعد ما غسلتهم منيح ضفت عليهم ملح على حسب الرغبة، وضفت نص معلقة من 7 بهارات ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وضفت عليهم تقريبا 3 معالق ونص من دبس البندورة. هذا المطربان رح تشوفوه. أنا بستخدم ماركة العلالي اللي موجودين بعمان. هذا أكتر نوع جربته وحبيته. الأفضل إنه ما نستخدم دبس البندورة أو أي معلبات بتكون بعلب حديد، بالذات الحامضة منها يعني كتير بتأذي وبتعمل أمراض. الله يكفينا شرها يا رب. وضفت عليها 4 معالق من الزيت النباتي لحتى يتفلفل الرز. هلا أنا لحمتي لأنه ما فيها دهن فاستخدمت الزيت النباتي. إذا كانت لحمتكم مدهنة فما في داعي للزيت. أنا استخدمت لحمة عجل 400 جرام من اللحمة، وطبعا هذا على حسب رغبتكم. هلا الوصفة الأصلية لعند اللحمة وخلصت، بس لنكهة أطيب جربوها ما رح تندموا. ضيفوا لها بصلة ناعمة مقطعة وأربع فصوص من الثوم، تطلع عن جد النكهة خرافية. وطبعا أنا كلياتهم رح أكتب لكم إياها بصندوق الوصف. هون لسه ما كنت ضايفة كل دبس البندورة، كملت عليها وضفت كمان ربع كاسة من المي وبقلبهم لحتى تمتزج المكونات عندي. هون رح أبلش جهز الطنجرة اللي رح أطبخ فيها المحشي. عندي تقريبا 400 جرام من اللحمة، نقعتهم تقريبا نص ساعة بالمي، ومن بعد غسلتهم منيح. ما تضيفوا لهم اي شي صبايا، لا ورق غار ولا قرفة ولا اي شي من المطيبات، لانه رح تغير نكهة اللحمة عندي ورح تغير طعمة المرقة. ضفت عليهم كمان راس من الثوم المهروس، وضفت عليهم معلقة ونص من النعناع. طبعا شو تحطوا بأسفل الطنجرة هذا الشي بيرجع لإلكن. جود منه موجود، فيكن تحطوا عظام، فيكن تحطوا معالق اللي متوفر عندكن. فيكن انه انتو تحطوه، ما تقيدوا ابدا باي شيء انا بحطه. هذا كل شيء بيرجع اختياري لإلكن. هلا التركيز كمان بهاي الخطوة كتير مهم عندي، لانه اذا انا بحشي المحشي زيادة عن اللزوم فبخبطها بالحيط بترجع لعندي رح تكون كتير قاسية وما رح تكون مشربة من طعمة الحمض، ما رح تتاكل. الطريقة النظامية لحشو المحشي اني انا احشيها المحشية براحتها، ما اكبسها، واضع اصبعتي وقت اوصل للعقدة الثانية لنصف الاصبعة، هيك بيكون انا كافي عندي المحشي. هاي الطريقة اتبعوها ما بتندموا، كتير طريقة بتريحكن ومستحيل انه يتفزر عندكن المحشي. بلشت احشي كمان الفليفلة. هلا الفليفلة بكفي انكم تحشوها نصها.
أول شي صفيت الكوسة وكمان معه الفليفلة لأنه هن بياخدوا سوا أكتر، بالذات إذا كانت الفليفلة رومية مثل هاي. حشوة الباذنجان كمان نفس حشوة الكوسة لعقدة الإصبع، بمسحه مسحة وبشيل الرز الزايد من عنه. هيك طبختي بتكون جاهزة. هلا رح أبلش إني أنا أحضر الصوص لحتى أضيفه فوق المحشي. بسم الله ما شاء الله، يعني خلصت آخر محشية عندي، كانت الحشوة خالصة ما زاد أبدا ولا جزي. هذا العيار المناسب لما يقارب كيلين ونص من الخضرة. هلا للصوص ضفت 250 من دبس البندورة، ربوبتهم بلتر من المي، ضفت عليهم كمان ملح على حسب الرغبة، وحطيت عليهم تقلة الفخار. إذا ما متوفرة عندكم فيكم تحطوا صحن وفوقها كمان طنجرة من المي، ورجعت ضفت عليهم لتر ونص من المي. لازم تكون المي عندي أعلى من الخضرة بإصبعتين، وعلى نار عالية بتركهم لحتى يغلوا. هلا للحمض بحتاج ل3 عصير ليمونات، إذا كان عندكم الليمون حامض فبكفي ليمونتين، وبضيفهم فوق المحشي من بعد ما يغلي، وبعدها بهدي النار عليه لحد ما يستوي. تقريبا أنا أخذ معي ساعتين على حسب نوع الخضرة، إذا كانت الخضرة تازة فما بيطول المحشي على النار. ومن بعد ساعتين على النار استوى المحشي وصار جاهز. بشيل التقلة وبتركهم ل5 دقايق لحتى المحشي يتشرب الحمض وياخد النكهة، وبجرب بمحشية بشوف إذا استوى ولا لأ. وصفة محشي سوري أصلي، عن جد كانت الوصفة خرافية، كتير كان الطعم طيب، الرز متفلفل ومستوي وبنفس الوقت ماله معجن، كانت الطعمة ولا ألذ، والحمض كان راكز كتير وكتير طيب. اتبعوا الوصفة بحذافيرها، وطبعا الصبايا استخدموا لسانكم كمان لحتى تتأكدوا من نكهة الحمض، تصلوا للنكهة اللي انتوا بتحبوها. جربوا الطريقة ما بتندموا. هون بلشت اني انا انقض المحشي. طبعا اهم شي انه انتوا تحطوا صحن مي من الباردة لحتى ما تحرقوا ايديكم، لانه هو اطيب شي تاكلوه هو سخن. طبعا النقض بيكون كتير صعب. والف صحة للجميع. وهيك صارت وصفتي جاهزة للتقديم. حطوا الحمض بفناجين وبتدعوا لي قدمت جنبها كمان شوية من الخضرة. إن شاء الله تكونوا حبيتوا وصفتي لليوم. إذا حبيتوها اكتبوا لي تحت بالتعليقات، وإذا وصلتوا لهون لا تنسوني من اللايك والاشتراك. وهلا بقلكم بأمان الله.